اهلا بحضراتكم. هكلمكم النهارده عن طرق الوقايه من امراض الشرج. امراض الشرج زي البواسير، الشرخ الشرجي، النسور الشرجي، الخراج الشرجي، من الامراض المزعجه جدا اللي بتاثر على جوده حياه الشخص، لانها بتاثر على عمليه الاخراج اللي هي من الحاجات الحيويه للانسان. علشان كده هقول لكم على بعض النقاط لو التزمنا بيها ان شاء الله هنقلل من فرص الاصابه بامراض الشرج. اول نقطه هي الاهتمام بالتغذيه السليمه او الاكل الصحي، الاكل الغني بالالياف زي الخضار والفواكه، تنظيم الوجبات او تنظيم الاكل بتاعنا بحيث ان هو يكون وجبات خفيفه على فترات قريبه، ده بيحسن عمليه التمثيل الغذائي وبالتالي عمليه الهضم وبالتالي عمليه الاخراج. تجنب الاكلات الدسمه، الاكلات اللي بتحتوي على شطه او فلفل، او الاكلات اللي بتحتوي على بهارات نفاذه نتجنبها او نقللها، وخصوصا للناس اللي عندها حساسيه من الاكلات. النقطه الثانيه هي شرب كميات كافيه من السوائل وخصوصا الميه، بتساعد على عمليه الهضم وبالتالي بتحسن من جوده عمليه الاخراج. النقطه الثالثه والمهمه هي الحركه او ممارسه الرياضه الخفيفه. الناس اللي عندها او شغلها بيتطلب منها الجلوس لفترات طويله لازم كل شويه يقوم يتحرك بحيث ان هو ينشط الدوره الدمويه فيقلل من فرص الاصابه بامراض الشرج. النقطه الرابعه والمهمه هي الكشف المبكر. لو حضرتك حسيت بألم في الشرج، نزيف شرجي، وجود افرازات شرجيه، وجود تورم او انتفاخ نازل او حوالين الشرج، لازم تتوجه فورا للطبيب المختص. الكشف المبكر بيقلل من المضاعفات وبيحسن من فرص العلاج. شكرا جزيلا لحضرتك.